السلام عليكم، وياكم أخوكم عباس العراقي. كانت بنت عمرها 22 عام، اتعرفت على شخص وحبت تصير صديقته. استمرت الصداقة بينهم 2 سنين. بعد الصداقة البنت قامت تحبه، يعني حب من طرف واحد، والولد ما يدري، واستحت هي الصارحة وتقول له أنا أحبك، لأن هم كانت علاقتهم أصدقاء. ظلت ضامة الحب بقلبها، تخاف تقول له أنا أحبك وأنا هيجي. ورا فترة خابرها بالليل، كان الولد كلش فرحان. قالت له شنو الشي اللي مفرحك لهالدرجة؟ قال لها خطبت بنت. هي قامت تضحك، عبالها قاعد يجربها ويشوفها تغار عليه أو لا. ظلت تقول له صدق، هو حلف لها، قال لها والله العظيم أنا خطبت بنت وحلوة وشريفة، وأبد ما عاد جهاز ولا حكيت ويا شخص بحياتها أبد. هي ظلت ساكتة ما تقدر ترد عليه، وبعدين ردت عليه قالت له شايف كل الخير والسعادة يا رب. وهي كلش حزنانة بداخلها، بس بينت له انه هي فرحانة وياه. وقال لها بعد كم يوم انا العرس مالتي، واريدك تجين انتي تحضرين. وهي قالت له تدلل، انت اعز صديق عندي، اكيد راح اجي. وهو شكرها هواية، قال لها شكرا لك وانت احسن صديقة، وراح تجين بعرسي. وقال لها اريد ذوقك بالاغاني اللي راح اشغلها بالعرس حتى ارقص وياها. وهي قالت له من عيوني، بس اشوفك اقول لك الاغاني اللي انت راح تشغلها بالعرس. قال لها اوكي، هسه انا راح اترخص لان هي جاي تدق علي. قالت له ماشي الله وياك. بعد كم يوم خابرها، قال لها انت غالية علي، وباكر الحفلة مالتي، وحبيت اليوم اعزمك حتى باكر انت تجين. قالت له ماشي من عيوني، باكر اني موجودة بالحفلة. وقال لها ماشي، اترخص انا منك وباكر نتشاوف بالحفلة. صارت الحفلة مالته، وهي اجتي من بعيد تباوع عليه، تخاف تروح يمه حتى لا تبكي قدامه. هو من بعيد وشافها هي صافنة وحيل حزنانة. فضل هو خلى الوضعية عادية، واختار احد الاغاني اللي هي قالت له بيهن حتى يشغلوها ويرقص عليها هو والعروس. بعد ما رقص ويا العروس شاف البنت تخربطت ووقعت، عاف العروس سوا وركض عليها، شافها لا حس ولا نفس، والبنية كانها ميتة. هو انصدم، قال ليش وقعت من انا قمت رقصت ويا العروس مالتي؟ فحس انه كان اكبر شيء بداخلها من انتجاهها، وهو حيل انقهر وظل يتألم. بعد هذا الموضوع نقلوها للمستشفى، وهو ما قدر يعوف الحفلة، ظل يكمل بالحفلة ويا العروس مالته. ورا الحفلة راح لها للمستشفى، كمش ايدها يباوع عليها لا حس ولا نفس. قال شنو معقولة يعني هي ماتت؟ قال لا مستحيل، وهي قالت لي راح اكون فرحانة بالعرس مالتك وانت اعز صديق علي. بس هي كانت تكذب عليه وما تقدر تقول له. وبعدين ورا دقائق البنت فحصة نبض قلبها، لقوا البنت ميتة. ومن سمع هيجي رجع دخل عليها للغرفة، انصدم كلش هو، وكمش يديها ظل يقولها انا اسف، ما كنت ادري هيك راح يصير. بس هي البنت نسته ونست كل شي بالدنيا. وهاي نهاية القصة الحزينة المؤلمة. وتحياتي لكم عباس العراقي. كل ذكريات وياه سألتني عنه وين، كل لحظة من اشتاق تنزل دموع العين. كل ذكريات وياه سألتني عنه وين، شلون